فيديو النهارده هنتكلم عن بلال فضيلي. ده صانع محتوى جزائري، في ناس قالت لي في الكومنتات ان هو مشهور جدا وانا ردت فعل عنه. الفيديو ده النهارده عن بلال فضيلي. قبل ما نبدا الفيديو دلوقتي اتمنى ان انت تشترك في القناه، ديسلايك للفيديو مش هيخسرك حاجه، بس اللايك ده بيساعدني ان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. تحيه من القلب لاهل الجزائر. ويلا بينا نشوف اول فيديو معانا لبلال فضيلي. اول فيديو بيقول هتمرض وامك تتحمس، يعني لما تمرض وامك تتحمس. اللهجه الجزائريه اللي خلاص بدات اتعلمها ابقى ممكن. مالك ايش عندك؟ انا مريضه في الاستوما. الاستوما؟ هاني شايب قعد كيما راك هاني شايب. حاول خطو خلطه درك سالوج مع شويه خروع حشرات ميته خمر حلال ياكو شويه زبيب وطير ولدي. قرقبها كاع قرقبها كاع قرقبها الله يقرقب لك الراس الكلب. هاني شايب هو صورك. الشخص ده فيديوهاته رهيبه، البدايه بتاعت بلال فضيلي رهيبه فعلا. على ما اعتقد كده من البدايه دي ان هو محتواه كوميدي، بيعرف يمثل المحتوى ده بشكل جميل جدا. انه كتصوير بسم الله ما شاء الله تصويره كويس، وكادرات بقى وكده، تمثيل بيمثل دور الام. وفعلا الموضوع ده تقريبا بيحصل في كل الدول، هو ملوش علاقه بالجزائر، ملوش علاقه بمصر، هو كل الدول. امك تعرف ان انت مرضت خلاص الدكتوره بقى طلع شخصيه الدكتوره اللي جواها. انا ودي ما شاء الله الاخلاق الدين الحسنات ما شاء الله ما شاء الله. ومين داك شويه مواعظ شويه اناشيد. الله يبارك الله يبارك والله. يا ناس غيروا مليون نبكي نسهر كل يوم. بيضاوي المليونات. ومين داك شويه راي شويه بس عاقل يحشم الضياف. عارفي شو عارفي ضياف شو عارفي شو حشم. الشخص ده رهيب، الشخص ده رهيب فعلا. ده برضو موضوع بيحصل في كل البيوت. هو احنا عندنا مثل في مصر بيقول لك عندنا القرد في عين امه غزال. ده طبق المثل بحذافيره. يبقى الولد صايع وامه تقول لك عاقل واحترام الدنيا. انا واحد من الناس يحب المحتوى الكوميدي جدا جدا اكتر من المحتوى الدرامي، اكتر من المحتوى اللي هو تمثيل الهادف والكلام ده. اصل هادف ليه؟ هادف ليه؟ ما احنا كلنا عارفين اصلا اللي انت هتقوله واللي انت هتهدفه في الفيديو بتاعك. اعمل لنا محتوى كوميدي بحيث ان احنا نضحك شبه دلوقتي كده. احنا ناس بنحب الضحك، ما بنحبش النكد، ما بنحبش الدراما الحزن. عشان كده حتى في الافلام انا بحب اتفرج على الافلام الكوميديه اكتر من الافلام الدراميه وكده. لو اتفرجت على مسلسل درامي او فيلم درامي بتشد اكتر للشخصيه الكوميديه اللي في المسلسل او الفيلم. انا مش عارف انا تطرقت للموضوع ده ليه واحنا بنتكلم على بلال فضيلي، فخلينا نكمل بقى الفيديو. جاهزون يا اطفال؟ هاي كابتن. لا اسمعكم. هاي كابتن. لا ازال اسمعكم. هاي كابتن. المتكي تتني سكين. هاي كابتن هل انتم جاهزون ام لا؟ قال لك هاي كابتن تتاني. لا اسمعكم. وعلى ما اعتقد ان الكرتون ده اصلا اي حد بيتفرج على الفيديو دلوقتي او ايا كان حد عاش طفولته اكيد ليه ذكريات مع الكرتون ده. كان اول بيقول هاي كابتن تلاقي هنا من اخر اوضه في البيت كله هاي كابتن وهو لا اسمعه. وكنا بنتفاعل معاه جدا جدا، اللي هو طب اسمعنا. هو ودورة كانوا عاملين لنا حاله في مرحله الصغر بتاعتنا. هو مثلها بشكل جميل جدا بغض النظر ان نص الكلام يعني فهمت النص والنص التاني لا، بس اظن هو مش محتاج اصلا لهجه تانية، احنا عارفين اصلا هو بيتكلم على ايه وكده. فبلال فضيلي كام فيديو اللي احنا شفناهم دول مبدع جدا 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 في المحتوى الكوميدي. اختار محتوى قريب على قلبي، وعلى ما انا شفت برضه ان هو شخص عنده قاعده جماهيريه. هو يستاهل الصراحه، ربنا يوفقه ويكمل في المحتوى اللي هو بيعمله ده. اغلب المشاهير اللي هتشوفهم او اغلب اليوتيوبرز اللي هتشوفهم ايا كان تخصصهم فيهم الجزء الكوميدي اللي خلى اغلب الناس تتابعهم، فبقوا من اكبر الناس اللي نعرفهم دلوقتي. انا على ما اعتقد ان المحتوى الكوميدي هو اكتر محتوى محبوب في الوطن العربي عامه. وعايز اعرف رايكم برضه في التعليقات. وقبل ما نقفل الفيديو دلوقتي لو ما اشتركتش في القناه اتمنى ان انت تشترك في القناه عشان تساعدني في هدفي اللي هو ال1000 مشترك، ودوس لايك للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. اشوفك على خير يا احسن ناس في الدنيا. سلام.